مسابقة الشطرنج الإقليمية تنطلق بمشاركة أزيد من 80 تلميذة وتلميذ بمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمدينة وجدة. حدث رياضي يجمع بين ثلة من المتعلمين الممارسين لهذه الرياضة على مستوى النوادي داخل المؤسسات التعليمية. المشاركون المؤهلون إقليميا ستكون لهم الفرصة من أجل المشاركة على مستوى الجهة ثم على الصعيد الوطني. هي إذن رياضة ذهنية مفيدة بطبيعة الحال. ممكن أو نتمنى أن يعني يتسع نطاق التداول ديالها والممارسة ديالها في جميع المؤسسات التعليمية، وأنها تنظم لها بطولات على المستوى المحلي أيضا، يعني على مستوى المؤسسة التعليمية، باش تعطينا عناصر اللي تقدر تشارك في هذه البطولة الإقليمية بواحد المستوى اللي يكون متميز. دونك الاهميه ديال هذه اللعبه هي انك كتعلم الطفل الصبر وعدم الاندفاع والقدره على التحليل، يعني تطور عده ملكات بالنسبه للاطفال. في أجواء مليئة بالتحدي والحماس انطلقت هذه المنافسة، وعلى رقعة الشطرنج أظهر المتعلمون قدراتهم الفكرية والإبداعية. لعبة تتطلب مهارات ذهنية وتختبر قدرات التلاميذ على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار. الشطرنج كيعاون التلاميذ يوصلوا في شي حوايج اللي ماشي بزاف ديال التلاميذ كيديروها، ونتمنى هادشي يتطور اكثر ويعرفوه بزاف ديال الناس. مع هي واحد الرياضه زوينه كتخدم العقل. الصراحه كنلعب هذه الرياضه ملي كنت صغير، الصراحه ملي كانت عندي 9 سنين، وفرحانين بزاف حيت كنشاركوا في هذه المسابقه. حيت رياضه الشطرنج كتعرف الصراحه اقبال كبير هذه الساعه. كاين واحد النادي صغير في المؤسسه تما كنمارسوا الصراحه، كنمارسوا تما ديك الرياضه. كاين مستويات عده، كاين كل واحد مستويات اللاعبين زعما كيختلفوا. علاقتي بالشطرنج، انا الوالد ديالي كان كيعلمني في البدايه وبديت نلعب مع صحابي، وموراها قررنا اننا نديروا واحد النادي ديال الشطرنج. صافي موراها ورانا الاستاذ على هذه المسابقه. الشطرنج كتحل الخلايا الدماغيه، كتوريك كيفاش تقوم بالاستراتيجيات باش ضد الخصم ديالك، يعني هي لعبه ذكاء وهي لعبه حربيه. البطولة الإقليمية المدرسية للشطرنج تنظمها المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بوجدان جاد بالتعاون مع الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وتأتي في إطار التشجيع على انخراط المتعلمين في الأنشطة الموازية وتفعيل الحياة المدرسية.